لك حد يشبه لك يكون زيك قليل الاصل، ما انت زيك وملوش مصر ويحصل فيك نفس الفصل. وانا وعد اني لا افتكرك ولا بالخير ولا بالشر ولا بصوت الحنين اكتر، وعدي قلب قلبي ومرة كان لسه بيك احساس هتندم على اللي رجع، ولما تشوف قساوة الناس تقول مالك يا عم المجنون؟ سبت ومشيت يا ماما واحد تاني. سابتك ومشيت؟ طب استنى اما اقعد واحكي لي بقى. سابتك؟ طب وانت زعلان ليه؟ ما في 60 داهية عادي، ايه المشكلة يعني؟ زعلان عشان كنت مغفل، نسيت ان هي كانت ملهاش لازمة، انا كنت مخليها مش محتاجة حاجة. كمان كنت بتصرف عليها؟ والله تستاهل اللي حصل لك يا عم. انت الحق والله يا بابا، حتى ما بنامش بسبب فلوسي كانت رايحة عليها، اكلوا وشربوا عليا، ده انا كويس جايب لها سلسلة غالية قوي. بص يا حبيبي اقول لك نصيحة، اول لما تلاقي المكان اللي انت فيه مش مكانك وان قيمتك ومكانتك مش موجودين، اوعى تستنى، امشي على طول. اهم شيء كرامتك ومكانتك لازم تحافظ عليهم، لو حافظت عليهم صدقني هتلاقي كل حاجة تحت رجلك، ولو ما حافظتش عليهم هيبقى هو ده حالك طول حياتك يا حبيبي. يعني كده بس يا غاصب بالله عليك، عشان مجروح يا حصتك يا ساجد. مجروح من ايه يا ابني؟ امال لو كنت مرتبط بيها ولا متجوزها كان هيبقى حالك ايه يا حبيبي؟ انت بتقول ايه يا بابا؟ جوازي وخطوبة ايه؟ من مين؟ انا عارف يا اخويا اللي انت بتتكلم عليها دي، وانا كنت اعرفها يعني. ايوه يا بابا اعرفها. انا اعرفها؟ مين يا حبيبي الوحشه دي؟ الكلبة بتاعتي يا بابا، قصدي على الكلبة بتاعتي. كلبه؟ كلبة ايه يا حبيبي؟ الكلبة بتاعتي يا بابا. يعني الكلبه بتاعتك ومشغل لي اغاني حزينه وعامل لي فيها الشاب المجروح اللي حبيبته خانته وسابته؟ يا ابني حرام عليك، انت عايز تعمل فيا ايه اكتر من اللي انت بتعمله؟ لازم تمشيك يا بابا واحد تاني. خانتك وسابتك؟ هي مين اللي خانتك وسابتك يا ابني؟ انت كنت هتتجوزها؟ يا ابني انا هفضلك منك قريب، انت هتشلني قوم من وشي قوم. بعد شوية عليك يا حبيبي، ده انت قلبي. يا ابني حرام عليك يا ابني، وانا عملت ايه في دنيتي بس يا رب؟